Congratulations DK Velkman. والآن السيدات والسادة، نحن على موعد مع تكريم خاص جدا لنجمة كبيرة صاحبة مسيرة سينمائية طويلة ومليئة بالأفلام المهمة والتي ستخلد في صفحات تاريخ السينما المصرية. نجمة بدأت المشوار منذ الطفولة وتألقت في عشرات الأعمال التي انحازت للمرأة وناقشت قياداها وعبرت عن المجتمع المصري بشكل عام. نجمة خاضت تجربة الإنتاج وتعاونت مع كبار المخرجين وحصلت على العديد من الجوائز. نجمة خطفت قلوب الجمهور المصري والعربي. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى. بحب الفن، بحب المسرح، بحب السينما، بحب الموسيقى. السلام عليك يا ماما، عاوزاني البس فستان جديد عشان احمي الحمار. وانا مش من حقي اتدلع؟ ولا انت لوحدك بس اللي حقك تتدلع ولا لا؟ واحنا يعني كنا اتفقنا على الشحططه والجري في الشوارع والنوم على الرصيفه؟ دي لوحات، ده فن. انتوا ايه؟ مش بني ادمين، مش بني ادمين. ساعة ما شفت هشام لأول مرة بعد جوازي وافتكرت إني لسه بحبه. زي ما تكون الشمس اتقسمت وادت لكل واحد فيكم حتة منها. ما كانش انت ايه ده؟ انت اللي بيحرق في النار. اسمك الجميل يا ليلى منتهى اللذة. ليلى يا ليلى يا ليلى يا ويلي يا ليلى يا ليلى. اسمك الجميل يا ليلى منتهى اللذة. يسعد مهرجان أسوان الليلة أن يكرم سيدة النيل النجمة الجميلة ليلى علوي. مساء الخير، مساء الجمال والمحبة والعزة من قلب أسوان جنب النيل العظيم. بصوا يا جماعة، الحمد لله طبعا بشكر المهرجان جدا جدا على التكريم وعلى جايزة إيزيس. بس أنا عايزة أقول لكم إن أنا النهاردة جات لي حالة كده. طبعا سعيدة بالتكريم، بس سعيدة أكتر بالمعنى العميق باسم إيزيس. إيزيس بالنسبة لي مش أسطورة يعني قريناها في الكتب. إيزيس بالنسبة لي رمز عميق جدا ومهم جدا للمرأة والمصر. طبعا كلكم عارفين حكاية إيزيس واسمحوا لي أحكيها باختصار. كانت بتحب جوزها أخوها أوزوريس، والشر أخده وقطعه ل14 جزء. بكت. المصري القديم افتكر أو اعتقد
إن النيل ده جاي من دموع إيزيس. وكمان هي أصرت بوفائها وبقدرتها وقوتها إنها تجمع الأجزاء دي كلها، وفعلا جمعتها 14 جزء. وكانوا بيسموا في الوقت ده الأماكن ديت ببير أوزور، وباليوناني كان بيسموها بيزورس، والنهارده اسمها أبو سير. وفعلا جمعت الأجزاء، وكان آخر جزء رجل، وكانت في جزيرة جيبة، صح؟ أنجبت حورس وربته، ولما كبر علمته الخير. وفعلا حورس انتصر على الشر، وبقت مصر في أمان وكلها خير. يعني المرأة هي ورا مصر اللي أنجبت حورس وعلمته ورزقت مصر بالخير. فأنا عندي كده حالة عايشاها من طول النهار النهاردة، وعمالة أفكر فيها إنها مش هعتبرها إنها جايزة وإنه تكريم لمشواري اللي تعبت فيه، واللي أكيد ما كانش سهل، ومريت فيه بحاجات كتيرة قوتني وساعدتني. هعتبره عهد بيني وبينكم، عهد وفاء. هفضل وفية لكل حاجة أنا مؤمنة بيها، ولكل عمل هيفيد المجتمع ويفيد الإنسانية. وبهدي الجايزة دي لكل واحد آمن بالكلمة وبالصورة وبالفن، وهديها كمان لكل واحد نفسه يحقق حلمه، والحلم ده لسه متأجل لأسباب كتيرة لكن هيتحقق. شكرا ليكم، شكرا لمهرجان أصوات، شكرا للكلمة، شكرا للحكاية، شكرا للسينما اللي صنعت كتير جدا جدا، مش في بلدنا بس في العالم كله. شكرا للمرأة وشكرا لأمي، ويحيا الفن وتحيا الحكاية وتحيا مصر. شكرا للنجمة ليلى علوي، وألف مبروك جائزة إيزيس للإنجاز. والآن اسمحوا لنا أن احنا نكون على موعد مع تكريم لكل امرأة، كل امرأة اشتغلت وعملت في السينما المصرية من خلال تكريم المرأة التي فتحت الباب لمئات النساء علشان يدخلوا عالم السينما الساحر. تكريم الفنانة الرائدة عزيزة أمير، واللي بتحمل الدورة العاشرة من المهرجان اسمها بمناسبة مرور 125 سنة على ميلادها. أدعو الآن كل النجمات وصانعات السينما للصعود لخشبة المسرح للمشاركة في هذا التكريم وتسلم تكريم أم السينما المصرية عزيزة أمير. فليتفضلن كل المبدعات وكل النجمات وكل المكرمات والفنانات على خشبة المسرح لنوثق هذه اللحظة الجميلة في مهرجان أسوان في دورته العاشرة، دورة عزيزة أمير. النجمة سماح أنور، الفنانة بشرى، أروى جودة. أنا ممكن أستأذنكم إن زي ما قال إن مش بس البنات والولاد كمان يتفضلوا عشان كلنا نكرم الفنانة القديرة العظيمة عزيزة أمير. الفنان صبري فواز، الفنان باسم سمرة، الفنان حمزة العيلي، المخرج الكبير مجدي أحمد علي، المخرج عمر عبد العزيز. فلتتفضلوا جميعا على خشبة المسرح لتوثيق هذه اللحظة الجميلة. ألو سي